تروح تحوس على ذات الدين والخلق ومن بعد باش تشوف فلازة جميلة ولا مش جميلة، غلطة. اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا الحديث هذا الدين تحوس عليه بعد الجمال. فهم مليح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لأنه الأصل وإذا نظرت إليها سرتك. باش تقنعك المرأة هذه تعود تصبر على العوج تاعها شوية كذا، لازم تكون جميلة بالنسبة لك أنت، لأنه الجمال نسبي، تقدر تعجبك أنت ما تعجبش واحد آخر. فالآن قالوا هلا نظرت إليها ارجع انظر إليها. قالوا ما شفتهاش، لأنه كاين بعض خوتنا مساكن قوة الإيمان ما شاء الله وش يحوس طالبة علم، لازم وحدة بنت تيمية في الدار وطالبة علم طالبة علم، لا جيب وحدة متدينة متخلقة، جيبها امرأة ماشي حديدية، امرأة بالحم وبالأنوثة تاعها والعظم، إنسان عادي، أنوثتها بالأنوثة تاعها بالأمومة تاعها بالعوج هذاك تاع المرأة هذاك معاها، وكان ما توليش معوجة هكذاك ما يجيش مليحة، وتتعايش معاها انت وتصبرها على بالها وتصبر لك هي على بالك وتعيشوا ما شاء الله. كيما هكذا دار ربي القانون، ربي دار القانون هكذا، قال تمتع بها وهي عوجاء، يجي يسقمها يكسرها طلقها، حب يرجعها راجل هكذايا طالبة علم ومستقيمة، كاش هذه الصورة هذه نحيها من راسك. امرأة وش معناتها طالبة علم؟ تقف عند الحلال والحرام، تسمع دروس، تديها معك المسجد، تسمع تقول لك شوفني وش قال الشيخ في هذه، وش قال العالم الفلاني في هذه، تقولها حرام تقول لك نعم، تحب تقرا تطلب العلم على روح الله يسهل. اما راك داير متخيل هكذا حاجه ومن بعد كي تجيبها انت تشوفها تشوف نساء برا متزينات ومتبرجات وكذا وتدخل تشوف امراه انت ما تعجبكش، معناها بديتها متدينه متخلقه. قالت له يا رسول الله، انا لا دخلتكم في الموضوع هذا طول، قالت له يا رسول الله، خدتني فنان فيه يعني قاري بزاف احاديث واستفدنا بزاف من العلماء نعرفه. قالت له يا رسول الله، يا رسول الله، مرأة جات عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله، هذا الراجل أني مزوجة معاه لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، متربي متخلق ما شاء الله يقوم الليل يصوم النهار، ولكنني أكره الكفر بعد الإيمان. إيه ولازم علاقة رومانسية، لازم مرأة تحب الراجل، الراجل يحبها ويتعجبه ويعجبها، ماشي طالبة علم ولا متحجبة برك ولا مدينة برك ولا متخلقة برك، كاين واحد الرغبة بينك وبينها إنسانية فيزيولوجية كما حبيت تسميها، ما تكذبش على روحك فيها. أول حاجة تعجبك لازم صورتها، وهي نفس الشيء لازم تعجبها أنت، تعجبها مليح وهي تعجبك مليح، ومن بعد روح سقسي الناس مدينة هذه المرأة ما شاء الله متخلقة، هذه المرأة هذه ما شاء الله وش تقولوا فيها ما شاء الله، أديها جيبها أنت، هي تسقسي عليك، تروح للإمام هي تسقسي الأول، هو الأول، لا قالها الإمام أنا هذا ما نعرفوش ما يصليش معانا، ما تزيدش تسقسي عليه حتى واحد، ما تزيدش تسقسي عليه، هذا اللي ما يصليش ما يعرفوش الإمام وما أنا باك ما نعرفوش، أنا شوية خيط طايرين، ما يعرفوش أهل المسجد أصحاب الصف الأول المسجد 10 20 30 40 ما يعرفوش. هذا الإنسان هذا وين نسقسي عليه؟ روح نسقسي عليه في البار أنا، الإمام ما يعرفكش يا أخويا يا وليدي الله غالب أنا ما نعطيكش، واش المسجد تصلي أنت؟ قال أنا ما نصليش في المسجد. أروح يا بنتي روحي، هذا غدوة من غدوة نجوا ليه يتضارب معاك نقول له وين دوك عند الإمام، نقول له روح تلعب. خليك من هذا الإنسان، ترضون دينه وخلقه. فلذلك الآن احنا هبلنا، احنا رحنا لواحد الشيء ما عندناش نتخيلوا، ديرنا واحد الصوب في راسنا وحابين نمشوا، العائلات كامل خسرت، شهر شهرين يتضاربوا، شهر شهرين يكره حياته، يولي هو ما يقدر يطلقها، عنده دراري يبدا يسيء الاخلاق تاعو وهي تبدا تتلون له بطريقه واحده اخرى، ويولي معركه في البيت، هو يدخل بالكاسك هي تخرج بالكاسك. سمع علاه نديروا هذا الشيء هذا لانه غالطين في الحياه نتاعنا، غالطين، ما عطيناش قيمه للحاله النفسيه نتاعنا اللي عطاها لنا القران، هو عطاها لنا احنا. لا ما يهمش تجيبها كيما حبيت، المهم تكون مدينه ومتخلقه، تضرب شهر شهرين السلام عليكم كرامنا، لا ترضى بها بشكلها قبل هو الاول. فلذلك جويريه قالت عائشه خرج النبي عليه الصلاه والسلام شافها عجبته، قالت له انايا جيت نطلب منك نشوف حابه نلم دراهم باش نعتق نفسي من عند الانسان اللي هو يعني السيد نتاعي، فقال انا نتولى لك ونتزوج بك. فالنبي اسمه خلص عليها، حررها ولات حره وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث بن ضرار. الحارث بن ضرار هو سيد القوم، بعدها اسلم الحارث بن ضرار واسلمت القبيله كلها في بني المصطلق وصارت امه مسلمه. نكمل بعد الاذان.
مليح، هذه فائده مهمه جدا. احنا